شنو رايك في مواقف فضل شاكر اللي يدعو للعنف؟ لا أنا ما عندي إيمان، يعني أنا تفكيري ما بيمر بالعنف، ما بيمر بالعنف. الناس الله بيخلقهم أحرار، والعالم إلهم حق يعيشوا بكرامة وراحة بال، وهالكبار اللي ماتوا لنحن نعيش بكرامة وراحة بال، لنتمتع بالحرية، إلهم حق عليهم نحفظهم بقلوبنا. هيدي زيارة لقله إنك متت بسبيل تونس، إن شاء الله يكون حقك من اللي صار هو إنه تونس تبلغ راحة البال والسلام والقدر يلي بتستحقه بعد كل هالشهداء يلي اندفعوا بالأرض تمن لهالحرية يلي بيحلم فيها الشعب التونسي. أنا كلبنانية كمان رحلنا ناس شهداء كتير كتير كبار، قلت له كلمة واحدة بس، قلت له سلم على شهداء الحرية، سلم على شهداء لبنان. شنو رايك في اللي قاعد يصير في مصر، حالة الغليان الجديدة اللي عادت؟ قلبي عندي حزن، قلبي محروق على مصر. الله يسلم هالأرض وشعبها. يعني مصر مش هيدا قدرها، مش قدرها العنف، مش قدرها ترجع 2000 سنة لورا. هيدي بلد عظيمة، خلقت لتفرح، خلقت لتسهر، خلقت لتغني، خلقت لتكون مفتوحة للسواح. مين اللي عم بيحاول يغير بقدرها؟ مش هيك قدرها. في نبض للشارع مأخوذ بعين الاعتبار مهما حاولوا يعرقصوا بمسيرتها، بس هي بلد قدرها تعيش، قدرها تكون عظيمة، قدرها تغني وتسهر وتوزع حب على الكل، وتوزع فرح للكل، وتوزع فن للكل، وتكون أرض العظمة يلي بيجوا السواح عليها من كل الدنيا. تونس نفس الشيء، ولبنان نفس الشيء، ونحن جميعا نفس الشيء. نحن شعوب مناضلة على طريق الحرية. نحن الناس اللي ماتت نحن نوصل نبرغ هالقمة إلهم بقلوبنا كل القيمة. وهالشهيد الكبير زيارتي له اليوم تقله دمه ما راح حدر بالأرض، دمه بقلبنا محفوظ. وإن شاء الله تونس اليوم قبل بكرة تبلغ القمة يلي تمناها هو شخصيا لتونس. أو أنا من خلال هالزيارة بذكر كل شهداء تونس كمان يلي كلهم مذكورين بقلبي، هو رمز على كل شهداء الحرية لتونس. بترجاكم رجا ما تصوروا يعني رح بين أنا مثل كأني عم ببيع وبشتري بهيدا الموضوع. لا ما عنده حتى علاقة بالبيع والشراء. لا أنا فهمت أنه زيارة في كنف السرية إلى ربما مقتل شهيد مقتله أثر العالم. إيه طبعا أنا ببيروت كان عندي حزن كتير كبير بهالنهار اللي انقتل فيه. حسيت إنه نحن موضوعنا واحد حتى لو اختلفت أسامي بلداننا. أنا من لبنان بس تونس بتعنيني، أنا بنت هالبيت التونسي كمان. أنا أول مرة غنيت وقفت هون عندكم بأول الثمانينات، وجيت على طول الحرب اللبنانية وانتو استقبلتوني استقبال ما بينسى. وأنا اليوم جاي لكم لو كان بينطلب مني إني غني العمر كله لشوف تونس بأحسن حالاتها والياسميني يلي نحن بنعرفها. أنا قلبي وروحي وصوتي فدا هالأرض الحبيبة فداك. سيدة مجدة، تولي هذه الرسالة إلى قبر الشهيد ربما رسالة إلى كل العالم. طبعا رسالة لكل العالم. أنا عم بقول لحضرتك قلت له إن شاء الله نفسك بتكون بالسماء، وأكيد الشهداء هيك ربنا قال الشهداء هني معه. أنا طلبت منه ساعدني إذا بقدر أعمل شيء لتونس. صدقيني هذا كلام بعهدة الله وعهدته. وقلت له سلم على شهداء لبنان كلهم بقلبي، كلهم بيشبهوا بعض، كلهم ماتوا مشان. فما أغنية إهداء في حفل كرتاج؟ إيه طبعا أكيد. اليوم اغتيال شهيد اغتيال وطننا. لا ما حدا بيقدر يغتال وطن. ما في كبير بيكبر على وطن، لا اسمه تونس ولا اسمه مصر ولا اسمه لبنان ولا اسمه العراق. بيقدروا يعرقلوا مسيراتنا بس ما بيقدروا يقتلوا فينا حسنا الوطني، ولا بيقدروا يقتلوا أوطاننا. ربي يخليك.